بعد ما خرجنا من موجة الكورونا اللي حصلت لنا في سنة 2020، سنة 2021 كانت مجهزة لنا مصيبة جديدة. وسبحان الله المصيبة دي كمان جاية من آسيا. بس المرة دي الكارثة ما كانتش في الصين، الكارثة كانت في كوريا. مع بداية سنة 2021 اتعرض مسلسل لعبة الحبار على نتفليكس، ومع نزول أول موسم من المسلسل قدر يجيب مشاهدات وأرباح بالمليارات، وكل الناس قعدت بتتكلم عليه على السوشيال ميديا، لدرجة إن اللي ما شافش المسلسل قرر يروح يتفرج عليه من كتر ما الناس بتتكلم عليه. ومن حلاوته طبعا خلصه في جلسة واحدة. طيب قصة المسلسل هي مش جديدة ولا واو. تيمة ألعاب النجاة قدمت في أعمال كتير زي سلسلة ألعاب الجوع وأنمي كايجي، لكن في لعبة الحبار موضوع الألعاب اتقدم بطريقة فيها عمق شوية، وكمان الكاتب ركز أكتر على الجوانب الإنسانية للشخصيات اللي بالمناسبة تصميمهم كان في غاية الروعة. بداية من بطل المسلسل جي هون، اللي هو مش شخصية مثالية خالص، ده شخصية عادية جدا، شخص مش لاقي شغل وشغال في المراهنات. لكن نقطة تحول بتحصل في جي هون لما بيشارك في لعبة الحبار، وبعد ما بيفوز باللعبة شخصيته بتتغير تدريجيا. من الحاجات اللي عجبتني في الموسم الأول الألعاب اللي كانت كلها جاية من الثقافة الكورية. بس لو جينا نتكلم أكتر عن أكتر لعبة عجبتني فيهم، أكيد هقول لكم لعبة الجسر الإزاز. وأنت بتتفرج عليهم وهما بيعدوا الجسر أكيد كنت حاسس بالأدرينالين وهو بيتحرك جواك. نهاية الموسم الأول كانت حلوة جدا، وفي ناس كتير كانوا شايفين إن المسلسل لازم يقف عند النقطة دي. في النهاية جي هون كان خلاص هيسافر، لكن بالصدفة شاف مندوب اللعبة وهو بيلعب مع واحد تاني زيه، فبيعرف إن اللعبة لسه شغالة وبيجري عشان يمسك مندوب اللعبة، لكنه بيكون هرب منه. وبنشوف الفرونت مان هو بيكلمه وبيقول له اركب الطيارة، لكنه ما بيركبش وبيقرر إنه ينتقم منهم. ومن هنا بيبتدي الموسم التاني. فكرة الموسم التاني قايمة على إن جي هون دلوقتي ما عندوش غير هدف واحد بس، وهو تدمير اللعبة. بس هل هينجح في ده اللي بنشوفه في احداث الموسم. جي هون بيتفق مع الضابط وبيطلب منه الضابط انه يشارك في اللعبه تاني عشان يعرفوا مكان الجزيره. ناس كتير اول لما شافت لعبه العروسه اللي كانت موجوده في الجزء الاول افتكرت ان المسلسل هيكون كوبي بيست من الجزء الاولاني، لكن في الحقيقه الجزء التاني فاجئنا وكان فيه تمثيل قوي من معظم الكاست. يمكن بدايه الموسم هي اللي كانت هاديه شويه وممله، وده اللي خلى ناس كتير تشوف ان الموسم ده هو اقل موسم في السلسله. يمكن الغلطة اللي وقع فيها صناع العمل ان هم قسموا الموسم التاني لجزئين، فكانت نهايته ناقصة. من اكتر الحاجات اللي عجبتني في الجزء ده دخول الفرونت مان في اللعبة، وبالمناسبة كان رقم واحد برضه، ودي اهم قاعدة في لعبة الحبار، اوعى تثق في اللاعب رقم واحد ابدا. بس بطلنا ما خدش باله من النقطة دي، وبتيجي احسن حلقة في المسلسل لما بيقرر البطل هو والمجموعة اللي معاه انهم يثوروا على اللعبة ويهجموا على الحراس، لكن ثورة البطل بتفشل وبينتهي الموسم التاني نهاية مأساوية على موت صاحب البطل. بعد كده بنوصل للموسم الثالث اللي في رأيي كان أحسن موسم في السلسلة. يمكن عيب الموسم ده إنه سوداوي وكئيب شوية. الموسم بيبتدي بداية قوية مع لعبة المتاهة. فكرة اللعبة قايمة على المطارد والفريسة. المطارد معاه سكينة ولازم يقتل الفريسة، والفريسة ممكن تهرب وتستخبى في أوضة من أوض المتاهة. المتسابقين شوية منهم بدلوا الأدوار مع بعض، والحقيقة لما بدأت اللعبة أنا كنت حاسس بمتعة جديدة جدا. وبنشوف في اللعبة الولد المتحول هو بيحمي رقم 222 وبيدافع عنها، لكن أبو البنت بيجي وبيطعنها، وبعدها البنت المتحولة بتموت عشان نشوف بعد كده شخصية رئيسية أساسية بتموت. وبعد كده بقى بنشوف جي هان وهو بيطارد دي هو في المتاهة عشان يقتله، لانه عارف ان هو السبب في فشل انقلابه والسبب كمان في موت صاحبه. اول لما دي هو بيهاجمه جي هان بيمسكه بكل غل وبيخنقه لحد ما بيموت. من اكتر الحاجات المأساوية في الحلقة التانية لما الست العجوز قتلت ابنها عشان ما يقتلش 222، وعشان الكاتب يكمل نكد علينا اكتر بيخلي الست العجوز تنتحر. وبنشوف بعد كده اللعبة التانية اللي هي لعبة نط الحبل، وهنا بنكتشف القذارة بتاعة الفرونت مان والفي اي بي لما بيخلوا الطفلة تشارك في اللعبة. وهنا الكاتب بيعرض لك مدى قذارة الاشخاص الاغنياء ونظرتهم للفقراء بتكون عامله ازاي. والصراحه انا اول لما عرفت ان الطفل هتشارك في اللعبه توقعت النهايه، والنهايه شبه اتحرقت. بالنسبة لي لعبة نط الحبل كانت ممتعة جدا وبتلعب على الأعصاب، وشفنا جي هون والطفلة في ظهره بينط من على الحبل لحد ما بينجح إنه يعديه. وأول لما الراجل بيعدي بعده بيفضل يموت في الناس عشان قيمة الجائزة تعلى، لكن جي هان بيموته بس دفاعا عن النفس. وبعد كده الناس بتعدي، وهنا بتموت اللاعبة 222 لما رجلها بتتكسر. وقبل ما اللعبة الأخيرة تبدأ الفرونت مان بيقابل جي هان وبيطلب منه إنه يموت المتسابقين اللي معاه عشان يمشي هو والطفلة، لكن جي هان ما بيعرفش يعمل كده. واول لما بنوصل لاخر لعبة ما بيفضلش غير جي هان والطفلة، وجي هان بيقرر انه يضحي بنفسه عشان ينقذ الطفلة.
وحصل اللي كنت خايف منه. طيب ليه النهاية تكون حزينة كده؟ ليه البطل ما يرجعش البنت ويربيها مع الطفلة؟ ده كمان من الحاجات اللي ما عجبتنيش شخصية الضابط الغبي اللي بقاله 5 سنين بيدور على الجزيرة، واول لما لقاها ما عملش حاجة ولا عرف ينقذ حد. طيب ليه الفرونت مان ما تعاقبش؟ وليه الفي اي بي ما خدوش جزائهم؟ طيب هل كده البطل دمر اللعبة؟ ببساطة لا، لاننا شفنا في اخر مشهد الفرونت مان وهو بيبص من العربية فلقى بنت بتلعب داججي وبتظهر الممثلة كيت بلانشيت، والمشهد ده طبعا هيكون تمهيد للنسخة الأمريكية. بس يا ترى هم ليه بيلعبوا داججي في امريكا؟ دي لعبه كوريه، دي ثغره غريبه قوي. من الموسم الاول عرفنا ان لعبه الحبار موجوده في كل انحاء العالم. لو النسخه الامريكيه نجحت نتفليكس هتحلب في المسلسل، ممكن تلاقي نسخه اسبانيه ونسخه كنديه وهكذا. كمان هنشوف مسلسل مشتق عن شخصيه الفرونت مان. انا عن نفسي مش متحمس خالص للنسخه الامريكي من لعبه الحبار، وشايف ان هما مهما عملوا مش هيقدروا يوصلوا لابداع الكاتب الكوري اللي قدر يقفل منطقه الكتابه ويصنع عالم مظلم زي عالم لعبة الحبار. بصراحة كوريا صعبتها عليهم. أنا فاهم إن أمريكا فيها ألعاب كتير موجودة عندهم ممكن يعملوا بيها حاجة كويسة تنافس المنتج الكوري، لكن أنا ما عنديش بجنيه حماس للنسخة الأمريكي. لعبة الحبار بالنسبة لي هي جيهان وبس، وبموت جيهان بالنسبة لي انتهت لعبة الحبار. ولو وصلتم لحد هنا يبقى اكيد الفيديو عجبكم، فياريت ما تنسوش تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناة على قد ما تقدروا. القناة لسه جديدة يا جماعة، انا محتاج دعمكم. وقبل ما اقفل الفيديو حابب اعرف رأيكم في نهاية لعبة الحبار، هل عجبتكم ولا لا؟ هل متحمسين للنسخة الامريكي من المسلسل ولا مش متحمسين ليها خالص زي العبد لله؟ مستني رأيكم في التعليقات وسلام. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في قناة المشخصاتي عشان تشوفوا كل جديد المشخصاتي.